محبي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم. المنتخب السوداني الفترة الأخيرة النجوم بتاعنا ما شاء الله يعني ظهروا بإمكانيات كبيرة جدا، بلياقة بدنية عالية جدا ما شاء الله، وب يعني ثبات عالي في الميدان. كواسي أبيا قدر إنه يطلع إمكانيات اللاعب السودانية، وقدر يفهم العقلية السودانية بنسبة كبيرة جدا، وده السبب الأساسي لنجاح المنتخب السوداني حتى الآن. تمكن اللاعبين السودانيين من الظفر بجائزة أفضل لاعب للمباراة في أكثر من 4 مباريات، أو في 4 مباريات كل المباريات اللي لعبوها. أول مباراتين روفا كان نجم للمباراتين، خصوصا مباراة نيجيريا. كان أعلى تقييم للاعب أفريقي في التشان، أخذ كان النسبة بتاعت 9.9، ودي نسبة عالية جدا. المباراة بعديها جانا صلاح عادل، كان نجم للمباراة برضه. مباراة صلاح عادل قاتل فيها، مات فيها زي ما بنقول بالمثل السوداني بكل بساطة. يعني طلع كل إمكانياته في الكورة دي وكور غيرها تانية. يعني في التشان الأخير صلاح عادل أثبت إنه رقم كبير في الوسط السوداني، وإنه حيكون من أفضل لعيبة الوسط. ذكريات علاء الدين. بعد ذاك في نجل المباراة اللي بعديها بنلقى إنه عندنا الحارس بتاعنا أبوجا، كان في المباراة الأخيرة أفضل لاعب للمباراة، خصوصا مباراة الجزائر كان أفضل لاعب فيها. يتمكن إنه يصد له لاثنين ضربة جزاء. إمكانيات عالية جدا، لعيبة يعني بتبدع، بتثبت إنها إذا لقت التوظيف الصح، إذا لقت العقلية اللي بتساعدهم إنهم يتطوروا، حيمشوا لمرحلة بعيدة جدا، وحيكونوا من أفضل اللاعبين في أفريقيا. مباراة مدغشقر الأخيرة هذه إن شاء الله حتكون مباراة مهمة جدا في تاريخ الكرة خصوصا الحديث. محتاجين انه المباراه الناس ما تستهتر بها اللاعبين خصوصا. وباذن الله هذه المباراه بتاعت بوجبا ان شاء الله في الكوره دي حيكون عنده ابداع، حيبدع فيها، حيكون مستواه عالي جدا في الكوره دي، وحيظهر كل امكانياته، وان شاء الله حيكون نجم المباراه دي باذن الله رب العالمين، وباذن الله التفوق للمنتخب السوداني ان شاء الله.